أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. عباد الله، سبق الحديث في الخطبة الماضية عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم باقتصاد المسلمين وإنشاء سوق خاص لهم وتحرير معاملاتهم من أكل أموال الناس بالباطل. وتتمة للموضوع، نبين في هذه الخطبة قيمة المال في الإسلام وأهم مكاسبه ومصارفه. هذا الحديث النبوي الشريف الذي افتتحنا به الكلام يبين بوضوح أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال من جهتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إلى جانب السؤال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. معاشر المؤمنين، إن المال ركن من أركان الدين كما يتجلى في الزكاة، وركن من أركان الدنيا لما كان عصب الحياة، ولذا اعتبره العلماء من الضروريات الخمس التي لا تستقر الحياة بدونها وبدون احترام حدودها. وتتجلى هذه الأهمية فيما يأتي: أولاً، أن المال مال الله، وإنما نحن مستخلفون فيه، فلتكن تصرفاتنا على وفق مراد الله المستخلف في هذا المال، لقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فقد ربط الله تعالى في هذه الآية بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإنفاق من المال الذي استخلفهم فيه، فظهر جليا أن إنفاق المال في الوجوه المشروعة من العمل الصالح المرتبط بالإيمان الصادق. وقال جل شأنه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإضافة المال إلى الله تعالى تعظيم لشأنه، وهو ما يجعل المؤمن يراقب الله تعالى فيه في السر والعلانية. ثانيا، أن المال قيمة مشتركة بين الناس، به قوام حياتهم، وبه تقضى مصالحهم وتنال حاجاتهم، لقوله تعالى: ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. فهذه الآية الكريمة تتحدث عن مال اليتامى، وتنهى عن إعطائهم مالهم إذا لم يحسنوا التصرف فيه، بل يرزقون منه، أي ينفق عليهم فيه مع الرفق بهم. لكن الآية أضافت المال للمخاطبين جميعا باعتباره قوام حياتهم، وأن من لا يحسن التصرف في المال يؤذي ويضر بسوء تصرفاته الجميع. ولا توتوا السفهاء أموالكم، مع أن المال المقصود في الآية مال اليتامى غير الراشدين. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمراد أن لا يأكلوا أموال بعضهم بعضا زورا واحتيالا وغشا ورشوة وسرقة وغير ذلك من وجوه الباطل. وهذا كله يدل على قيمة المال في حياة الأمة ووجوب حفظه من التضييع، وأن من لا يحسن التصرف لا يجوز إعطاؤه المال لما ينتج عنه من الضرر لنفسه وللمجتمع. ثالثا، النهي عن الإسراف والتبذير في الأموال، كما ورد في كثير من الآيات، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله جل شأنه: ولا تبذر تبذيرا
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معاشر المؤمنين، من خلال ما تقدم تتجلى قيمة المال في الإسلام، وأن المسلم في معاملاته المالية إنما يتصرف فيما استخلف فيه، فعليه أن يكون حريصا على تقوى الله فيما ياتي وما يذر، فيكون بذلك زاهدا مما في أيدي الناس، راغبا فيما عند الله تعالى، فيسعد ويسعد غيره. نفعني الله وإياكم بقرآنه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وأسوة الصادقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، الأمر الرابع الحرص على كسب المال من حله وصرفه في حله، وهو أمر عظيم في الدين، وذلك لما فيه من السؤالين السابقين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فيجب على المسلم أن تكون مكاسبه من أبواب الكسب الحلال، وأهمها ما كان من كد اليمين وعرق الجبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وذلك كالبيع والشراء وسائر المعاوضات المالية، وكالإجارة والاستصناع وسائر المعاملات التي يكون فيها أحد العوضين منفعة يقدمها طرف لآخر مقابل مبلغ من المال، فيكون المسلم فيها صادقا أمينا نصوحا لمن يتعامل معه، ويحرص فيها رب العمل على أداء حق الأجير حسب المتفق عليه بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كما يحرص الأجير على أداء العمل بإخلاص وتفان وإتقان مع الصدق والأمانة في مال الغير، لقول الله تعالى: إن خير من استاجرت القوي الأمين. أو ما كان من أبواب التبرعات مما تطيب به نفس المنفق والمتصدق على غيره على سبيل التقرب إلى الله تعالى، كالوقف والصدقة والإنفاق على المحتاجين، أو على سبيل التودد إلى الغير كالهبة، وكل عطاء من أجل كسب القلوب وغرس المحبة فيها. أما مصارف المال فيجب أن تكون في الواجب كالزكاة والنفقة على الأهل، أو ما ترتب في الذمة من الحقوق، إذ المسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حق الوطن في حمايته وتنميته، والمشاركة والتعاون فيما يعود عليه بالنفع العام، أو التطوع كالتصدق بالمال على الفقراء والمساكين، وجميع أبواب الخير التي تترتب بين الواجب العيني والكفائي والواجب الوقتي. عباد الله، هذه أهم توجيهات الدين الواجب احترامها في نعمة المال. بارك الله لنا ولكم فيما أعطى، وأغنانا وإياكم بفضله عمن سواه. هذا، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحب أجمعين. وانصر اللهم بنصرك المبين وتأييدك المتين من وليته أمر عبادك المؤمنين، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا تعز به الدين. واحفظه اللهم في صحته وعافيته، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن مشدود الأزر بصنوه السعيد الأمير الجليل مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة،
وارحم اللهم بواسع رحمتك الملكين الجليلين المجاهدين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجزهما عنا خير ما جزيت محسنا عن إحسانه، واجعلهما في مقعد صدق عندك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.